تست تست تست. شايف الورقه الحلوه دي بعض المهارات والحاجات اللي انا بتعلمها وشغال عليها حاليا. انا جاي اديك الفايده والخلاصه واقول لك ازاي انا بعمل ده كله وانا اصلا طالب طب اسنان ومش متفرغ، فازاي بعمل ده بجانب الدراسه بتاعتي الاساسيه. عايز اقول لك ان انا اعرف واحد كان دكتور ووزير وليه مؤلفات طبيه وفلسفيه اكتر من 450 كتاب، وخد التقيله بقى، ده كله من غير لا انترنت ولا ذكاء اصطناعي ولا تكنولوجيا اصلا. هو العالم العربي المسلم ابن سينا. ومن هنا يجي موضوع حلقتنا. لا، مش هعرفك على ابن سينا، هعرفك على مفهوم جديد اللي هو سبيشاليست وجنراليست. تعال اعرفك عن نفسي الاول. انا محمد عز الدين، طالب طب اسنان، بحاول انمي نفسي في كذا جانب من جوانب الحياه وبنقل خبرتي ومعرفتي المتواضعه عن طريق المحتوى. الجنراليست شايف عنده كام ترس؟ ده عنده معرفه في حاجات كتير بس مش متعمق في اي واحده منهم. انما السبيشاليست بص عنده ترس واحد كبير جدا، ده عنده معرفه في حاجه معينه ومتخصص فيها ومرجع لناس ياما فيها، بس خبرته في جوانب تانية او حاجات تانية قليله جدا. وفي الحقيقه ده معظمنا. اتباعك لنظام التعليم والمسار التعليمي اللي هيخليك تتخصص بعد ده كله وبعد سنين الجامعه وسنين المدرسه تتخصص في شيء معين وتكون شايف الشيء ده كويس قوي، بس على حساب كده هتكون اعمى في حاجات تانية كتير. او لو قررت بقى تطلع بره النظام وتبقى الشخص الموسوعي او اللي هو الجنراليست، او زي ما بيقولوا تاسكيب ذا ماتريكس. تكون جنراليست ايوه، بس هيكون عندك معرفه سطحيه في حاجات كتير. ممكن تبان جامد وممكن تبان مفيش زيك وعندك معرفة في كل حاجة ومثقف، بس المعرفة السطحية دي مش هتعرف تقدم بيها قيمة، مش هتعرف تستفاد بيها في حياتك الحقيقية. انت مش هيبقى معاك الا قشور، او زي ما بيقولوا جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نون. احنا معظمنا متشابه، يا اما بيختار الجانب الابيض اللي هو يبقى سبيشاليست، هو يختار حاجه واحده ويبقى شاطر فيها جدا جدا ويتخصص فيها، وده بيجي على حساب جهله في حاجات تانية كتير. ممكن يتم استبداله زي ما شفنا تخصصات كتير تم استبدالها، سواء كان بيتم استبدالها بتكنولوجيا ماشين او تكنولوجيا معينه، او يتم استبدالها بذكاء اصطناعي AI بيقرر ان هو يبقى عايز يعمل كل حاجه ويبقى جامد في كل حاجه ويتعلم كل حاجه، ويعني كأنه تقريبا بياخد من كل طبق معلقة، وفي الآخر مش بيشبع ولا هيعرف يشبع أي حد تاني ولا هيعرف يقدم قيمة ولا في شركة هترضى بيه، لأنه ما عملش إنجازات في أي واحدة من المجالات اللي هو اتنطط منها. يا إما أبيض يا إما أسود، بس في جزء رمادي الناس مش بتاخد بالها منه، تبقى غافلة عنه. بص معايا على النموذج ده، السبيشاليست مسك في حاجة واحدة وتعمق فيها. بص بقى الجنراليست بياخد الشكل السطحي بس ما تعمقش في حاجة. معانا بقى النموذج اللي احنا هنتعلمه الفيديو ده. بص معايا في النموذج ده، هو متعمق في المهارة الأساسية وفي مهارات تانية هنا. ايه حكاية النموذج ده؟ تعال نشرحه. زي ما قلت لك، أنا كمحمد عز طالب طب أسنان، دي الحاجة الأساسية، وبحاول أعمل محتوى وأنمي نفسي فيه، وبحاول برضو أشتغل أونلاين كفريلانس وبحاول أنمي نفسي فيها برضو. فدي الحاجة الأساسية ودي المهارات الفرعية، مثلا المحتوى والفريلانس، وانا اصلا بتعلم لغه، فلغه جديده مثلا. تمام، فانا اخدت الميزه من الاثنين، خدت ميزه السبيشاليست ان هو تعمق في حاجه، وخدت ميزه الجنراليست ان هو بقى عنده كميه مهارات، وما وقفتش ان انا عند السطح بس، لا برضه بحاول اتعمق فيها. وهعرفك ازاي تعمل كده. طب انا ليه بعمل ده كله؟ طب يا محمد ما تثبت في المجال الرئيسي بتاعك اللي هو طب الاسنان، او مجال التخصص بتاعك. الميكس ده هو اللي بيزود من قيمتك وبيقلل استبدالك بعدين وبيزود فرصك في الحياة بشكل عام. لو هنبص لها من ناحية المؤسسات والشركات الكبيرة، مش بتدور على الشخص اللي هو سبيشاليست، لان التوجه العام ماشي ان هو يستبدل السبيشاليست ويجيب الشخص اللي هو البولي ماث، او اللي بيستخدم النموذج اللي احنا اتكلمنا عنه ده، الشخص اللي يعرف يشتغل في مجاله الاساسي بس برضه لما تواجهه مشكلة في مجال تاني او في حتة تانية يعرف يتعامل معاها. الشركات والمؤسسات بتفكر كده، انا مش هجيب شخصين، لا انا هجيب شخص واحد واديله مرتب زيادة شوية واخليه يعمل الحاجة دي. ممكن كل مهارة لوحدها حاجة عادية، بس الميكس ده بيعمل حاجة فريدة، بيعمل شخصية فريدة، بيعمل كائن فريد من نوعه ما يقدرش يتم استبدالك. وممكن الميكس ده يخليك تطلع حاجة جديدة للعالم. لو هندي مثال، ليوناردو دافنشي الرسام كان عنده مهنته الأساسية أو الحاجة الأساسية اللي هو شغال عليها اللي هي الرسم، لكن معرفته لعلم التشريح وتعمقه فيه مع الوقت، اللي هو مثلا لو هنحطها مهارة تانية، تمام، عمل رسومات وشروحات
للتشريح لحد دلوقتي بيتم استخدامها في الكتب الطبيه. طلع على كده كتير. مثلا في الاسلام الصحابه كلهم كان ليهم شغلانه اساسيه، بس كل واحد فيهم كان عنده مهاره او حاجه تانية بتميزه. كان تلاقي مثلا الصحابي شغال في التجاره بس في نفس الوقت محارب شرس في ساحه المعركه، وفي نفس الوقت بيتعلم الدين من النبي عليه الصلاه والسلام وبينمي المهاره دي مع الوقت. مثلا الصحابي زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي وكان فقيه، وتعلم كمان اللغه العبريه اللي هي لغه اليهود، فعمل ميكس فريد من نوعه، ان هو كان فقيه وكان من كتاب الوحي فكان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام. فلما اتعلم اللغه العبريه وصل لمنصب اعلى اللي هو مترجم الدوله الاسلاميه وقتها، كان بيترجم الرسائل من المسلمين لليهود او العكس. فاتفتح له مسار جديد وقدم حاجه فريده من نوعها ما كانش حد يعرف يقدمها غيره. طيب كفايه كلام، ازاي بقى اطبق النموذج ده؟ انت كده حمستني بما فيه الكفايه. ازاي اطبق النموذج؟ اول حاجه انت هتقسم مجهودك 80% و20%. 80% هتكون للحاجه الاساسيه بتاعتك، المهاره الاساسيه بتاعتك. وبقول لك 80% لان ده المجال اللي انت لازم تتعمق فيه، لازم تنتج فيه، لازم تحل المشاكل فيه. وعشان تعمل ده كله لازم توصل لحاجه اسمها الفلو ستيت اللي هي مرحله التركيز الفائق. ومش هتوصل لكده الا لما تكون المجال ده واخد حيز او المجهود بتاعك الاكبر. طيب ازاي انت بتقول لي 20% وعايزني اكون خبير فيها او شاطر فيها؟ ما هو انت مش لازم تكون خبير فيها في نفس الثانيه في نفس الوقت. لو رجعت بالفيديوهات لورا شويه، فيديوهاتي انا ما كنتش بعرف اتكلم قدام الكاميرا، بس مع الوقت ومع تراكم الخبرات ومع الوقت عمال يعدي كل يوم بحاول ازود خبرتي حتى لو نص في المية، بقيت كويس نوعا ما، مع ان ده مش مجالي الرئيسي. فلازم يكون عندي صبر واحاول كل يوم ولو اشتغل على المهارات التانية دي ولو حاجة بسيطة جدا. قليل دائم خير من كثير منقطع. واللي بيخليني استمر على المهارات دي واشتغل عليهم كل يوم الورقة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو اللي هي دي. ايوه دي اتكلمنا عنها في سلسلة التنظيم، الرابط في الوصف، ما تنساش تشوفها، مهمه جدا. الورقه هتلاقيها في قناتي على التليجرام برضو في الوصف. بكتب المهام بتاعتي هنا واحاول اعمل منهم على قد ما اقدر. لو كنت بعملها مثلا مرتين 3 مرات في الشهر على قد ما افتكرها، مع الورقه دي ومع التتبع ومع النظام اللي انا اتكلمنا عنه في سلسله التنظيم، بقيت بعملها، ببص على اخر الشهر لقيتني اعملها 15 مره 20 مره. يعني عملت تقدم فظيع مع الوقت. طيب يا محمد دلوقتي انا فهمتك وفهمت النموذج ده وعجبني فعلا. ازاي بقى اختار الحاجات الجانبيه اللي انا عايز اتعمق فيها وابقى مثقف فيها؟ اول حاجه اختار المهارات او العلوم اللي ليها علاقه بمجالك الرئيسي عشان تستفيد من حاجتين. لو اتعلمت حاجه قريبه من مجالك الرئيسي ممكن تدمجها مع مجالك الرئيسي. على سبيل المثال انا كطالب طب اسنان ممكن اتعلم ديزاين. ليه؟ لما اشتغل على حاله معينه اصور الحاله دي، اعمل لها ديزاين، انزلها على السوشيال ميديا عندي، تعرف الناس اكتر ان انا طبيب اسنان، حالات اكتر هتجيلي مثلا. يعني تاني حاجه ممكن تتحول ان هي مسار تاني خالص زي ما حصل مع الصحابي زيد، اتعلم الترجمه وودته مسار تاني خالص، بقى المترجم بتاع الدوله الاسلاميه. مش لازم تكون المهارات الجانبيه تكون حاجات كبيره، ممكن تكون حاجات بسيطه جدا بس مع الوقت هتفرق هتميزك عن ناس كتير. على سبيل المثال انا كطبيب ممكن اكون طبيب شاطر بس ما عنديش السوفت سكيلز ان انا ممكن اتعامل مع المريض في العياده. فانا ممكن احط هدف في دماغي ان من المهارات الجانبيه اللي انا عايز اتعلمها التواصل او اداره العياده او كده. حاجات بسيطه جدا بس بتفرق جامد. حاول برضو تنمي القدره على التكيف. العالم بيتغير بسرعه والمجالات بتتغير وبتتبدل. في يوم وليله صحينا لقينا حاجه اسمها AI، فقاعه وهتفرقع بعد كده او حاجه هتتنسي. لكن هي مش كده، هي حاجه غيرت مجرى العالم كله وغيرت الريتم وخلت الريتم العالم كله سريع. فانت لو عندك القدره على التكيف انت عندك قابليه وفرص احسن من الشخص اللي هو منشف دماغه. مثلا شركه نوكيا زمان كانت احسن واحده في مجال التليفونات، لكن نشفت دماغها وقالت لا انا هعمل تليفونات بزراير زي ما انا ماشيه والناس هي اللي هتحبها زي ما هي كده، وما اتطورتش مع التطور اللي حصل ونشفت دماغها. وفعلا الشركه دلوقتي بقت في الارض. فانت ما تبقاش زي شركه نوكيا، خلي دماغك عندها قابليه للتغيير والتماشي مع العصر، ان المجتمع والزمن مش بيسمع على حد ومش هيستنى حد ان هو يتغير. مش عايزك تكون محترف في الجوانب التانية، الاحتراف هيجي مع الوقت. عايزك تتعلم القدر الكافي اللي هيفهمك قواعد اللعبة، القدر الكافي اللي هيخليك تعمل اول فيديو حتى لو مش بيرفكت، القدر الكافي اللي هيخليك تلعب اول جيم شطرنج حتى لو هتخسر فيه. القدر الكافي ده مش هيخليك محترف في الاول، بس هيحطك على الطريق وهيخليك تبقى عارف تعمل ايه عشان تبقى محترف. خليك فضولي، ما تتعلمش الاساسيات وبعدين تركن المهارة دي على الجنب.
الفضول والطموح هو اللي هيخلي المهارة دي الجانبية دي ممكن تتحول وتبقى حاجة كبيرة. انا ما كنتش اتوقع في يوم من الايام ان يبقى عندي تقريبا 20,000 متابع على منصات السوشيال ميديا. عايزك تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي هو بيقول لك انا عايز اتعلم كل حاجة وعايز اكسر كل حاجة وانا ما حدش قدي، وفي الاخر ما بيعملش حاجة. سلسلة التنظيم سلسلة مهمة جدا، ابقى شوفها لو حابب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.